السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم عندي في القناه. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي تمام الصحه والعافيه يا رب. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طاجين الحوت، سمك السنور بالبصله والزبيب. كيجي معسل وكيجي خفيف وبنين، ما تشبعوش منه ان شاء الله. حتى نتوما الا جربتوه يعجبكم. بقاو معايا لاخر الفيديو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. مرحبا بكم عندي. بالنسبه لي انا هنا درت كيلو ديال الحوت. بطبيعه الحال نغسلوه مزيان ونطفوه ونقيوه. غادي تقطعوه الا ما كنتو جايبينه مقطع. والنصيحه اللي نعطيكم هما انا لقيت اللي تكونوا كتشريو ديما تشريو الجهه اللي من جهه الراس، الجهه اللي من التحتانيه كاع هذيك كتصلح غالبا للقلي ماشي للطواجن. نتوما ديما خذوا الطرف اللي من جهه الراس حيت ما تيكونش فيها الشوك بزاف، بعكس اللي كتكون من جهه الديل ديال السمكه كيكون فيها الشوك. صافي هنا كيف قلت لكم انا عندي هنايا كيلو مغسول منقي مزيان. غندير معاه 800 غرام ديال البصله هذيك النحاسيه الصفراء، ماشي الحمراء، هذيك كتذوب. داكشي علاش درت انا 800. ودرت عندي الطاجين شويه كبير. وغادي نحتاج واحد عصير حامضه، الربيع، الزبيب. غادي نحتاج في العطريه فقط معلقه صغيره عامره بسكينجبير مزيان، معلقه صغيره عامره خرقوم بلدي، واحد نص معلقه ديال القرفه، ثم 4 5 ديال الدروس ديال الثوم كبارين يكونوا محكوكين. وغادي نحتاج واحد رويس معلقه ديال البزار. انا هنا قليل فين كنستعمل البزار، مع المرات كنستغنى عليه، ما كنخدموش بزاف، كنحاول نيفيتيه. صافي والملحه حتى هي. وهذا الكويس عامر نصو زيت بلدي ونصو زيت رومي. غندوز اول حاجه غادي ندير ان شاء الله، غادي نشد الطاجين وندير البصله مع شويه الزيت طيح وشويه مليحه، نديرها طيح على ما تدبال هي ويتبدل اللون ديالها. غادي ندوزو حنا نشرملو الحوت. صافي غادي ناخذ شي زلافه غنخوي فيها داك الربيع كامل، غادي نخوي عليها الحامض والزيت اللي بقى ليا، العطريه كامله، الملحه غنصيص ديالها لان درت شويه في البصله باش ما يجينيش الطاجين مالح. الثومه نحطوها مزيان تجانس مع بعضياتها، هاد العطريه الثومه مع الحامض والزيت. غادي نقسموها على جوج، نص غادي نشرملو به الحوت ديالنا ونخليوه يترقد فيها، نخليوه على جنب حتى طاب لنا البصله. والبصله ديالنا غادي نبقاو نشحروا فيها حتى تنزل مزيان. ملي تنزل غادي نضيف ليها النصف ديال الشرموله اللي وجدنا، نضيفوا ليها مزيان ونحركها هكا مزيان، ونزيد عليها واحد الكويس صغير ديال الماء ونخليها طيب. هنا مهم جدا ان البصله طيب بوحديتها مزيان. علاش؟ لان عندنا الحوت دغيا كيطيب، راكم عارفين كيشم العافيه. صافي دغيا كيطيب، نخليو البصله حتى طيح مزيان باش ما تجيناش هكاك معنزه وتبقى شاده في راسها الحوت يطرخا ويهرى وهي تكون مازال ما طابت. فمن الاحسن طيبوا البصله مزيان حتى تشوفوا الطياب دخلها مزيان، وديك الساعه عاد نزيدوا الحوت. صافي هنا غتلاحظوا من بعد ما طابت البصله مزيان نقص واحد شويه في الزلافه. عاد غادي نستف الحوت بحال هكا، نستفو في الوسط ديال الطاجين، وغادي نرجع داك شويه ديال البصله اللي نقص من فوق من الحوت، وغادي نحط عليه الزبيب اللي غنرش عليه واحد المعلقه ديال السكر سنيده، شويه ديال القرفه غبره، واحد العويد القرفه الا كان ما كانش هذا اختياري، وكويس صغيور ديال الماء فقط. ما نكثروش لان البصله ديجا عندنا تقريبا طابت. وغنقصوا العافيه على الطاجين ونخليوه يطيب على خاطره حتى تزيد ديك البصله مزيان طرخه وطيب، والحوت يدخلوا حتى هو طيب ودخلوا الشرموله. صافي وغادي نقدموه هكذا. الطاجين ديالنا ها هو واجد. كنتمنى لنا اعجابكم ورضاكم ان شاء الله وتجربوه. هنا انا رافقته مع شلاضه ديال شلاضه محكوكه بالخيار والتفاح وخيز والباربه. وصافي كان هذا هو غدانا. كنتمنى نتوما تجربوها الطاجين السنور بالبصله والزبيب او صغار كيف ما كيسميوه في بعض المناطق، وينال اعجابكم وبصحه وراحه مسبقا. كنتمنى ما تنساونيش من التعاليق ديالكم المحفزه، دي جيم ودي كومونتير، وعلاش لا دي بارطاج الى عجبكم الطاجين تشاركوا مع احبابكم وصحابكم. وبسلامه عليكم، نلقاكم في الفيديو المقبل بالهنا والراحه ان شاء الله.